ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده شويه قراقيش كده جميله وحلوه وطريه. ده كان معانا كيلو دقيق. تمام، احنا بنقلب كده اهوت، بنقلب دلوقتي على الحاجات الجافه دي. معلقه ملح صغيره ومعلقتين سكر ودوت محلب. عايزه اقول لكم يا جماعه المحلب بيخلي طعمها حكايه. هنقلب الكيلو دقيق كده اهوت زي ما انتم شايفين. احنا مشغلين العجانه اهوت عليه. وده كان الشمر ده مطحون، ودي ينسون وسمسم. بحبها تبقى مليانه الحاجات دي، انا بحبها قوي، ودي بطعمها. تمام، او زي ما انتم شايفين برده كل ده احنا بنقلب على الناشف. تمام، وهنا ديت مع ربع معلقه بيكنج باودر صغيره وبيكو خميره. تمام، وهنزل هنا بحوالي معلقتين كبار لبن بودره اهو. تمام، احنا بقى دلوقتي بنقلب الحاجات دي الايه، الحاجات الجافه دي نقلبها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. تمام، ومعلش على صوت بنتي بقى، اعذروني. اهوت. تمام، هنزل دلوقتي دي معانا كوبايه زيت ومعانا كوبايه زبده. تمام، عايزه بدل الزبده تحطي سمنه فلاحي عادي، مفيش مشكله زي ما انتي ما عايزه، بس لازم الزيت اللي بيديها القرقشه. نعم ماشي اهوت. احنا بقى هنقلب، هنسيبها لغايه لما تترمل بقى. تمام اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. عايزه اقول لكم طالعه حكايه، لازم تجربوها بالطريقه دي. ادي كوبايه الزبده اهي. تمام، انا كنت مسيحاها في الميكرويف. تمام، عادي ما تبقى سخنه، تبقى يعني الى حد ما بدرجه حراره الغرفه اهوت. هتبتدي بقى تسيبيها. انتي طبعا بتعايري الزبده والزيت والميه واللبن الرايب او الزبادي او اللبن العادي، بتعايريهم كلهم بنفس الكوبايه اهوت. هنا كنت باخد اخر حبه زبده كانوا موجودين في الكوبايه عشان حرام. هنا انا حطيت الغطا لان هي كده خلاص هتبتدي بقى تنطوق. تمام، هبتدي ننزل هنا بكوبايه الزبادي. تمام، انا حطيت كوبايه الزبادي على مرتين، المره الاول وبعد كده كملتها في الاخر. هنا طبعا انا سايباه يتقلب كويس قوي لغايه لما دي يشرب الزيت والزبده. ده بقى يخليها يا جماعه جميله جميله كده، طريه وهشه كده من بره وبتقرمش وبتبقى تحفه. احنا اهو زي ما انتم شايفين احنا نزلنا بالزبادي. تمام، تضربي بقى، تضربي. بصوا يا جماعه، انت عايزه تعجنيها على ايدك اعجنيها. هي معاكي في العجن على الايد هتحتاج حوالي من 7 ل 8 دقايق عجن. تمام، انا طبعا بستسهل طالما في عجان يبقى اسهل. ديت حوالي رشه فانيليا كده صغيره، دي بتديها طعم المخبوزات بتاعه الفرن، بيبقى لها طعم كده تاني جميل طبعا. والمحلب ده بقى ما اقولكمش على طعمته وعلى حلاوته. انا على فكره كنت جايباه صحيح، وانا اللي نعمته. تمام اهوت. هنا بقى بنزل بكوبايه الميه. المقادير دي بالظبط يا جماعه، كوبايه الزبادي وكوبايه الميه وكوبايه زيت وكوبايه زبده، دي بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه على واحده بنتي بتعرفكم اسمها. تمام يا جماعه، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك ومتابعه في القناه، وما تنسوش تسيبوا لي تعليقاتكم وكومنتاتكم، وما تنسيش تعملي لايك. اعملي لايك يلا لو لسه ما عملتش. تمام، هنا طبعا انا عليت بقى سرعه العجانه اهوت زي ما انتم شايفين، وبنزل بقى بالميه تدريجي عشان برده كل دقيقه بيختلف. وتسيبيها بقى ايه تتعجن كويس، وما تعجنيهاش ياما عشان ما تنشفش قوي منك. برده العجينه دي مش بتحتاج عجن ياما قوي، هو برده لدرجه ان هي بس تتلم كده وتبقى العجينه ناعمه. هتتفرجوا دلوقتي على شكلها في الاخر. تمام، بس اهوت هنا سايباها طبعا زي ما انتم شايفين كده بتتقلب اهو، بتتقلب حلو قدامكم. تقلبيها كويس، متنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلاة حل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لنا بها ابواب الفرج، اللهم امين. تمام، بس اهوت. بصوا بقى منظرها، انا هنا شلت. بصوا انا بوريكم طالما العجانه نضفت كده. تمام، تبقى هي كده خلاص العجينه بقت خلاص. بصوا هفرجكم بقى على نعوميه العجينه وحلاوتها وطراوتها استك اللي باينه يا جماعه. بصوا تتفرجي على العجينه. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. تمام، هنا بقى احنا هنسيبها تتخمر. احنا لميناها وهسيبها اهو زي ما انتوا شايفين كده، لميت العجينه وهسيبها تتخمر ساعه بقى على حسب الجو عندك. تمام، هنا كانت اتخمرت اهي بسم الله ما شاء الله. انا على فكره انا بحب اعملها ساده، ما بحبش اعملها قد كده
ولا بحب اعملها بالعجوه ولا بحب اعملها باي حاجه، انا بحبها ساده اهو زي ما انتم عايزين بقى. قطعي حجم الصباع زي ما انت ما بتحبي وترصيها في الصاج، وما تدهنيش الصاج لان هي كلها زبده وكلها زيت ومش هتلزق ان شاء الله. ورصي بقى وقطعي ورصي، قطعي ورصي زي ما انت ما عايزه. تمام. وقطعي بقى التقطيع اللي انت بتحبيها. انا بحبها صوابع كده وبحبها صوابع تخينه شويه، ما بحبش الصوابع بتاعتها تبقى رفيعه. ماشي. بحبها ايه زي ما بقول لكم كده تخينه، ما بحبهاش. بصوا شفتوا راجوا حجمها اهي، الله اكبر جميله يا جماعه، لازم تجربوها والله هتعجبكم الطريقه دي قوي وطعمها جميل. والمحلب بقى دوت بينقل طعمها في حته تانية خالص، يعني بيبقى حلو. تمام. انا هنا برضو بوريكم اهو، برضو انا قعدت هي عملت معايا صاجين كبار وعملت ايه كام قطعه كده صغيره في صينيه. تمام. بس بقى وهنا انا كنت بوريكم وانا برص اهوت وفرجتكم هنا الرصه. طبعا بتسويه على درجه حراره عاليه 200 220، بتحطيه في الرف اللي في النص وبتشغلي الشوايه اخر ثانيتين كده، وده شكله في الاخر. بس بجربوه، هستنى تعليقاتكم.